قبل اي حاجة احب اعرفكم بنفسي، انا ميادة ودي قناتي. اول حاجة هنعمل الشربات مع بعضينا. هنحط كوبايتين سكر عليهم كوبايتين مية. معايا كده خطوة بخطوة هخليكي تاكلي احلى جلاش بالكاستر. ومعلقة فانيليا سايلة بقى، بواكي اي حاجة موجودة عندك. ونص ليمونة. وهنسيبهم بقى على النار كده ياخدوا يدوا مع نفسهم براحتهم لحد ما يتقل شوية، وبعد كده نشيله من على النار. اهو انا معاكم هنا بوريكم خطوة بخطوة. اديني شغلت النار اهو، وبعدين هحطه على النار. تمام كده، وهقلبه تقلبتين مش كتير عشان ما يسكرش معانا. هنا عندنا اول حاجة هنجيب الكاستر. هو الواحد بياخد كوبايتين. هنا هناخد نص كوباية ندوب فيها باكل كاستر بالفراولة وعليه معلقتين سكر في طبق لوحده اهو. هاخد من الكوباية نص كوباية، وهيبقى معانا كوباية ونص. هندوب اول حاجة الكاستر بالفراولة، وبعدين هنسيبه على جنب. هنيجي بقى للفانيليا. احنا هنعمل جلاش بالكاستر، كاستر بالفراولة وبالفانيليا. هندوب الاتنين ونسيبهم في طبق على جنب، وهوريكم دلوقتي هنعمل ايه مع بعض. برضه هناخد نص كوباية، هو بياخد كوبايتين، هناخد نص كوباية ندوب بيها الفانيليا. عندنا هنا بالفراولة طعمين، بالفراولة وبالفانيليا. تمام كده، دوبنا خلاص بالفراولة بالفانيليا، قلت لكم تمام اهو. هنسيبهم على جنب، وهنشوف بقى هنعمل ايه دلوقتي مع بعضنا. هنحطهم بقى على النار علشان طبعا يدونا القوام المتماسك الجميل اللي هو زي المهلبية. هنحط الكوباية اهو كده، بقى معانا كوباية ونص اهو، كوباية ونص. وهنسيبهم يسخنوا كده شوية صغيرين، وبعد كده هننزل عليهم بالكاستر الفراولة اللي احنا لسه مدوبينه من شوية وحاطين عليه معلقتين سكر. انتي ممكن تحطي 3 براحتك برضو حسب الرغبة. السكر انا هنا معلقتين لقيته مظبوط معايا. تمام كده، وهنبتدي نقلب لحد ما يدينا القوام الكريمي بتاع الكاستر الجميل ده، ولونه تحفة. عايزة اقول لكم يا جماعة اعملوه هيعجبكم جدا. هنا برضو هنيجي بقى للفانيليا. حطينا كوباية ونص من اللبن، خليناهم يدفوا شوية، وبعدين هننزل بالكاستر الفانيليا. بقول لكم اصبروا اهو اهو. هو الفانيليا لونه مصفر كده شوية، بس هيدي لون جميل دلوقتي. بصوا هننزل بيه وهنبتدي نقلب برضو لحد ما يدينا القوام الكريمي الحلو كده، عشان نعرف نحط الحشوة بتاعتنا. ادينا جهزنا حشوة كاستر بالفانيليا وكاستر سوري بالفراولة. تمام كده، دهنا الصينية سمنة او زبدة حسب اللي عندك. انا هنا دهنتها زبدة. وكل رق ورق طبعا بندهن زبدة بالفرشة. تمام كده زي ما انتوا شايفين. وهنرصهم طبعا الطريقة اللي احنا عارفينها كلنا. انا مش بدهن برضو كتير زبدة علشان انا مش عايزاه يبقى دسم، يعني ايه، بحط بالراحة واحدة واحدة. ومش كل طبقة برضو بدهنها علشان انا ما بحبش الجلاش معايا يبقى دسم، او يبقى فيه زي سمونية كده يخليكي ما تعرفيش تاكليه. انا بحب السمنة تبقى ايه يعني مظبوطة مش كتيرة. اهو رصيت هنا اهو اول طبقة معانا. تمام كده، وهنبتدي بقى نحط الحشوة بتاعتنا دلوقتي اهو معانا واحدة بواحدة. والله يا جماعة عملتها عجبت العيال كأنها زي بتاعة المحلات اللي برا. تحفة، خليط كده ما بين طعم الفانيليا وطعم الفراولة. اعمليه وهيعجبك جدا على ضمانتي. جميل جدا جدا. حطيت الحشوة اول حاجة بالفراولة، حتى لونها كمان العيال ايه ده يا ماما، ده ايه ده، ايه اللون الجميل ده، اول مرة تعمل لنا الالوان الحلوة دي. بصوا حطيت اهو بالفراولة لونه احمر خلاص، ورصيته وفردتها. هنبتدي بقى نحط تاني الجلاش. نكمل بقى رص الجلاش بتاعنا زي ما انتي بترصي الجلاش العادي بتاعك خالص. بس انا هنا هعمله بحشوتين، حشوة فراولة وحشوة فانيليا. انتي ممكن تعملي برضو كاستر الفانيليا بس، كاستر الفراولة بس، مفيش اي مشكلة حسب ما انتي تحبي. ممكن لو عندك برضو مهلبية يمشي، اي حاجة اي حاجة. الجيش قالك اتصرف فلازم نتصرف. انا حشيت اول حاجة الفراولة هنا، وببتدي ان انا ارص وادهن بالزبدة بتاعتي. طبعا انا مسيحة الزبدة جنبي
وهنحط بقى الطعم التاني اللي هو الفانيليا. بصوا لونه اصفر وجميل، مدي ميكس رهيب، اصفر بقى على فراولة محمرة، حاجة جميلة جدا، لونها بينك كده تحفة. وهنبتدي نرص الرصة بتاعتنا الحلوة بقى. والله يا جماعة اعملوه مش هتندموا، طعمه جميل عامل زي بتاع المحلات بالظبط، هو طريقته مختلفة وجميلة. طبعا احنا بنجيب لفة الجلاش البلدي العادية بتاعتنا بس، وبنرص كده عادي خالص يعني، وندهن برضو السمنة وسمنتك تبقى جنبك مسيحاها، او الزبدة او السمنة البلدي حسب اللي عندك بيتعمل بيه، مفيش مشكلة. ممكن تحطي زبدة على زيت مفيش مشكلة، بس زيت كريستال طبعا او زيت ذرة عشان يبقى طعمه حلو. بصوا اهو رصيته في كده وخلاص، كده هيبقى خلصنا. وهبتدي ان انا اقطع بقى واحدة واحدة كده، تقطعي بالراحة. طلع والله يا جماعة معايا جميل ومورق، والصينية شكلها تحفة، والالوانات كمان الولاد هيحبوها وينبهروا بيها، يعني حاجة حلوة كمان الاولاد هيفرحوا بيها بجد. اعمليها وعلى ضمانتي. تمام كده بس. ورصيناها اهو، هنا كان بواقي معايا جلاش طبعا مش هنرميها، رحت عملتها ورصيتها اهو. وببتدي ان انا ادهن الوش زبدة. تمام كده بس كده. وطبعا احنا مجهزين الشربات، عملناه خلاص وسبناه يبرد. احنا هنحط يا جماعة، احنا سيبنا الشربات يبرد، وطبعا الصينية اول ما تطلع سخنة نحط الشربات بتاعنا البارد، يعني الشربات بيبقى بارد والصينية تبقى سخنة، ونحط بقى الشربات بتاعنا عادي. وشوفي بقى الطعم وادعيلي، وما تنسونيش بالدعاء يا جماعة. بصوا هنا بقطعها طبعا قبل ما تخش الفرن، بقطعها بقى بالقطاعة بالسكينة حسب اللي عندك، مفيش اي مشكلة. تمام كده اهو معانا، بقطعها واحدة واحدة. طبعا لو كان عندك جلاش تاني زيادة على الوش كنت حطيتي رقات تاني كان هيبقى افضل. انا كان هنا عندي لفة واحدة فطبعا استعملتها. لو كان عندك لفتين ممكن تعمليه بلفتين. وهدخله الفرن على درجة حرارة 180 على الشبكة في النص. بصوا بقى لونه جميل ازاي. عايزة اقول لكم في كمية قرمشة مع الكاستر. هنا بقى احط العسل البارد وهي لسه طالعة سخنة، طلعتها في صينية، طعمها رهيب. واذا كنتي وصلتي معايا لحد ما انا بحط العسل ما تنسيش تشتركي في القناة وتحطي اللايك. بصي الجمال، بصي الحلاوة، بصي الالوان، وتفعلي زر الجرس. بصوا وبألف هنا على قلبكم. بصوا جميل ازاي، تحفة والله يا جماعة، وطالع مورق ومقرمش. واقول لكم سلام.